السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهاردة جايبالكم قصة أحداث حقيقية وحصلت بالفعل، بس في الأول نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيعي يا رسول الله، وما ننساش اللايك يا حبايب قلبي. ودلوقتي بقى يلا نبدأ حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي اميرة وعندي 28 سنة ولسه انسة ما اتجوزتش. وفي يوم من الايام لقيت مرات اخويا داخلة عليا وبتصحيني وبتقولي ما تقومي بقى يا أبلة أميرة، هو انت يا حبيبتي هتفضلي نايمة كده لحد الظهر ولا ايه؟ قومي يلا ورانا حاجات كتيرة عايزة تتعمل. وانا قمت وقعدت على السرير وقلت لها حاضر يا مرات اخويا، هقوم اهو واشوف لك كل الطلبات اللي انت عايزاها. وانا قمت ودخلت على المطبخ على طول وقلت لها ايه يا منال، كل المواعين اللي في المطبخ دي يعني ينفع كده؟ ده انا منضفه المطبخ لحد الصبح. اعملك ايه يا اختي؟ ما انتي عارفه ان اخواتي كانوا عندي امبارح وانتي قاعده وشايفاهم بنفسك، ولا انتي عايزاني اقول لهم قوموا اغسلوا المواعين؟ بس الرحمه حلوه برضو يا منال، على الاقل كنت غسلتيهم واهو اديكي ساعدتيني شويه. بقولك ايه، اخلصي، انا زهقت يا حبيبتي، واطلعي انشري الغسيل ده فوق عشان يلحق ينشف. وبعدها نظفت المطبخ كله وغسلت المواعين وخدت بعضي وطلعت فوق السطوح عشان انشر الغسيل، ولقيت سمير واقف وقال لي اخصى عليكي يا أميرة، ده أنا كل ده واقف ومستنيكي عشان أشوفك قبل ما أروح الشغل. ممكن أعرف اتأخرت ليه النهاردة؟ أعمل إيه بس يا سمير، كان ورايا شغل في البيت كتير قوي. ما تحاول تسرع في موضوع جوازنا ده، أنا تعبت قوي يا سمير من مرات أخويا وتصرفاتها معايا. ما انتي عارفة إن ظروفي صعبة قد إيه يا أميرة، وكمان أبويا بيسمع كلام مرات أبويا في كل حاجة ومش راضي يديني أي فلوس حتى عشان أشتري شقة. على العموم يا حبيبي ربنا معاك، شوف انت عايز ايه وانا معاك في اي حاجة وعمري ما هسيبك ابدا. المهم بقى يا حبيبتي، انا جبتلك نصيبي من الفرخة امبارح، اصلا انا عارف ان مرات اخوكي مش بترضى تاكلك من نفس اكلهم. تصدق يا سمير انا مفيش اي حد حنين عليا قدك كده، ربنا يخليك ليا يا رب. على العموم يا حبيبتي انا هنزل دلوقتي عشان اروح شغلي وما تأخرش عليه. خدي بالك من نفسك قوي وما تخليش منال تزعلك ولا تعملي اي حاجة تضايقها عشان ما تتخانقش معاكي. وسمير سابني ومشي وانا من جوعي قعدت وفضلت اكل نص الفرخة، وبعدها خدت بعضي ونزلت على تحت ولقيت منال مرات اخويا حاطه ايديها في وسطها وبتقولي ساعة بتنشري الغسيل فوق، يلا عشان السجاد ده عايز يتغسل يا حبيبتي، عشان هروح مصيف مع اخواتي اسبوع وعايزة اسيب الشقة دي نضيفة قبل ما اسافر. واكيد طبعا انا هاجي معاكي يا منال، مش كده برضو؟ لاني اشرف اخويا كان بيكلمني في الموضوع ده امبارح وقال لي كمان هيشتري لي لبس للبحر. لا طبعا يا حبيبتي، ما فيش الكلام اللي انت بتقولي عليه ده، ماما مش جاية معانا المصيف، مين اللي هيقعد بيها؟ وانت عارفة بقى ان ماما ست تعبانة ومش بتقدر تخدم نفسها. يعني حتى يا منال وانت في المصيف عايزاني اروح اخدم مامتك؟ ده كتير قوي عليا يا منال. منال في عينيكي يا قليلة الادب، انت واقفة قدامي يا بنتي وبتتكلمي معايا بالطريقة دي ليه؟ يلا ادخلي دعاكي الحمام اللي جوه عايز ينضف. حاضر. وسبتها ودخلت على الحمام، واول ما جه الليل اشرف اخويا كان قاعد مع منال وقالت له اخصى عليك يا اشرف، بقالي ساعة عمالة اتصل بيك وانت ما بتردش عليا ليه؟ كنت عايزة اخليك تجيب لي حاجات وانت راجع من بره. هي أميرة مش موجودة في البيت هنا ولا ايه؟ ما تخليها تنزل تجيب الحاجات اللي ناقصاكي. انا استحرمت والله يا اشرف، انت عارف ان احنا ساكنين في السابع ومش كل شوية نزلها. المهم ايه الشنطة اللي في ايدك دي؟ ابدا يا ستي، البت اميرة كان نفسها في لبس جديد عشان تروح بيه البحر
وانا قلت لها هجيب لها اللي هي عايزاه، وانتي عارفة بقى ان انا واخد الفيزا بتاعت المعاش بتاعها وبصرف من المعاش عليكي وعلى البيت. نعم يا اخويا، معاش ايه يا ابو معاش؟ هو انت فاكر الكام ملطوش اللي بناخدهم من المعاش بتاع ابوك دول يتسموا فلوس؟ وطي صوتك بس، في حد يتكلم بالطريقة دي برضو؟ انتي عايزة الناس تصحى على صوتنا ولا ايه؟ وبعدين فيها ايه يعني لما اجيب لها كام طقم؟ اختك اصلا مش هتطلع معانا المصيف، اصل ماما تعبانة ومش هتقدر تسافر معانا وهتقعد هنا في البيت بيها. بقولك ايه يا منال، انا واخد اجازة يومين من شغلي عشان اريح دماغي واعصابي شوية، مش عايز اي مشاكل خالص، فاهمة؟ ايوه، اطلع انت منها وملكش دعوة بالحوارات دي خالص. واشرف اخويا سابها ودخل اوضته على طول. وتاني يوم رحت شقة ام منال مع منال، ومنال قالت صباح الخير يا ماما، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ والله المصيف هيبقى وحش قوي من غيرك. معلش يا بنتي، تتعوض المرة الجاية ان شاء الله. المهم خدي بالك من اخواتك قوي بالله عليكي. اخسى عليكي يا ماما، هو انتي هتوصيني على اخواتي برضو؟ دول في عينيا الاتنين يا حبيبتي. يلا بينا يا بنات. المهم لو البت دي عملت معاكي اي حاجة كده ولا كده اتصل بيا على طول وقوليلي على كل حاجة بتحصل، ماشي يا بنتي؟ أميرة طول عمرها غلبانة وطيبة. ادخلي يا أميرة يا بنت المطبخ واعملي كل الحاجات اللي جوه اللي عايزة تتعمل. وانا رديت عليها وعيوني كلها دموع وقلت حاضر اللي تشوفيه يا حاجة، وسبتها ودخلت على المطبخ على طول. وفي الوقت ده في شقة سمير كان قاعد مع مرات ابو حنان وقال لها كده معاكي ايراد المحل الكبير وايراد المحل الصغير، في حاجة تانية عايزاها مني ولا ادخل انام؟ هو انت فالح في حاجة غير النوم؟ اتفضل ادخل وخليني قاعدة مع ابوك شوية، اصلا انا عايزاه في موضوع مهم. بقولك ايه يا بابا، عملتلي ايه في موضوع العربية اللي انا عايزة اغيرها؟ العربية بتاعتي بقت قديمة قوي. عربية ايه يا ابو عربية اللي انت عايز تغيرها؟ مفيش عربيات يا عينيا، مش تحمد ربنا اصلا ان انا سايبالك العربية اللي انت بتركبها دي. والله انا بتكلم مع ابويا وما بتكلمش معاكي ولا حتى بوجهلك اي كلام. جرى ايه يا واد انت؟ وانت من امتى بتتكلم مع حنان بالطريقة دي؟ انت ناس ان هي اللي ربتك ولا ايه؟ شفت يا حاج، طول عمرك كنت بتقولي سمير زي ابنك بالظبط، وخلتني ما خلفش ابدا عشان اخلي بالي منه. شفت بيكلمني ازاي؟ اعمل حسابك يا سمير، مفيش اي عربيات غير لما تتكلم باسلوب كويس مع مرات ابوه. ماشي يا حاج، انا اسف يا حنان. وسمير قرب منها وبص راسها وقالت له طيب يا سمير ادخل يلا سخلي شوية مية عشان احط رجلي فيهم، لاني مش قادرة من الروماتيزم اللي في رجلي، رجلي وجعاني قوي. انت راضي على اللي بيحصل ده يابا؟ وماله يا واد يا سمير؟ تعرف يا ريت تطلب مني انا وانا اقوم اعمل لها كل اللي نفسها فيه. تسلم لي يا حاج، يا رب ما تحرم منك ابدا. وسمير دخل المطبخ وجاب لها المية وقال لها المية اهي، حضرتك عايزة حاجة تانية ولا ادخل انام بقى؟ شوف الواد بيتكلم مع مرات ابوه ازاي. طيب هي هتعرف تعمل رجلها لوحدها يا فالح؟ اقعد على رجليك ودعك لها رجليها، بتقولك رجلها وجعاها. حاضر يابا. وسمير قعد على الارض وفضل يدعك في رجليها. ومرات ابوه قالت الا بقولك ايه يا حاج، الغوايش دي بقت قديمة قوي في ايديا، انا عايزة اغيرهم. ايه رأيك بقى لما نروح بكرة للسايغ ونغيرهم مع بعض؟ انتي عارفة ان انا بغير عليكي قوي يا حنان، مفيش خروج برا البيت. انا هبعتلك اجيبلك السايغ لحد هنا واختار الدهب اللي انتي عايزاه، يخليك ليا يا حبيبي وما تحرمش منك ابدا. ما تدعك رجلي يا واد كويس. وفي الوقت ده في شقة ام منال امها كانت عمالة تنادي عليا وبتقول يا بت يا اميرة انتي رحتي فين يا بت؟ بقالي ساعة مش شايفاكي قدامي.
وانا خرجت من المطبخ وقلت لها كنت بصبلك المطبخ يا حاجة وخلصت كله الحمد لله، ممكن ادخل اريح جسمي شوية بقى؟ مش هينفع تنامي قبل ما تديني الحقنة بتاعتي الساعة 10 والساعة دلوقتي 9، ولو نمتي مضمنش تعرفي تصحي ولا لا. ما هو انا اصلا ما بعرفش ادي حقن خالص يا حاجة. خلاص الساعة 10 الا ربع كده انزلي وهاتي البت اللي قاعدة في الصيدلية دي واطلعي بالمرة هاتيلي لبن وحاجات كده. حاضر يا حاجة. وقعدت على الكرسي قدامها ولقيتها بتقولي ما تقومي يا بت بهدومك المبلولة دي، انتي قاعدة كده على الانتريه هتبليه، ادخلي يلا غيري هدومك دي. ما هو انا ما جبتش اي هدوم معايا، منال مرضتش تخليني اخد اي هدوم معايا، والله ما عارفة هي جابتك ليا ليه. وبعدها الباب خبط وانا فتحت الباب وكانت سميرة خالة منال، وانا قلت لها حاجة سميرة اهلا وسهلا، اتفضلي ادخلي. ودخلت الحاجة سميرة وقعدت وقالت تعرفي يا بنتي يا أميرة انت فيكي شيء لله، ده انا كنت لسه جايالك البيت عشان عايزاكي في موضوع مهم. انا تحت امرك طبعا يا حاجة، انت تأمريني امر ربنا اللي يعلم انا بحبك قد ايه. اسمعيني يا أميرة، خد الفلوس دي يا بنتي خليها معاكي، بنتي بعتهملك، ولو عوزتي اي حاجة يا بنتي تعاليلي على طول. ما تقلقيش يا حاجة سميرة، منال مش هنا، دي طلعت مصيف هي واخواتها، ربنا يهديها عليكي يا بنتي، والله ما عارفة اخوكي ده ازاي راضي اللي بيحصل فيكي ده منها. على العموم يا بنتي لو عوزتي اي حاجة تعاليلي على طول. خير يا سميرة في ايه اللي جابك يا حبيبتي؟ ده انا ما بشوفش وشك الا كل فين وفين. اخصى عليكي يا لواحظ، في حد يقول لاخته كده برضو؟ ده انا جاية عشان اطمن عليكي، انتي كويسة؟ يا اختي كويسة واطمنتي عليا ولا في حاجة تانية؟ ايه طريقة كلامك اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ هو انا يعني كنت عملتلك حاجة ولا حاجة؟ ابدا يا اختي، بس عيب قوي لما تكوني قاعدة ببيتي وتطلعي فلوس من جيبك وتديها للبت أميرة. هو انت شايفانا مخليينها ناقصة حاجة ولا ناقصة حاجة؟ يا خرابي عليكي يا لواحظ، عينيكي كده من كل حاجة كبيرة وصغيرة. ابدا يا ستي، دي حاجة مني ليها كده والبت غلبانة يعني. ماشي يا اختي تشكري، كلك ذوق. وسابتنا ومشيت على طول، وانا قربت من ام منال وقلت لها والله العظيم يا حاجة انا ما طلبتش منها اي حاجة، هي اللي ادتني الفلوس من نفسها. خدي الفلوس اهي يا حاجة، بس بالله عليكي ما تقوليش لمنال اي حاجة. تصدقي يا بنتي انت تستاهلي كل اللي منال بتعمله فيكي. هاتي الفلوس اللي معاكي دي ويلا اتفضلي ادخلي على المطبخ جوه. وعدى اسبوع على كل اللي حصل ده، ورجعت منال واخويا اشرف من المصيف، واشرف قال لامها والله يا حماتي المصيف ده كان ناقصك بجد، الدنيا كانت وحشة جدا من غيرك، ربنا يخليك يا جوز بنتي وما يحرمني منك ابدا على اللي انت بتعمله معانا. ايه ده كله كل دي هدايا انت جايبها لي وانت راجع؟ هو انا هيجيلي اعز منك يا حماتي عشان اجيب له الحاجات دي كلها؟ انا تحت امرك يا حماتي في اي حاجة عايزاها مني. الله صحيح يا ماما، البت أميرة فين؟ مش سامعالها صوت يعني. اوعي يا ماما ما تكونش بتجيبلك طلباتك او بتعملك كل اللي انت عايزاه، خليني ساكتة احسن عشان اشرف جوزك ما يزعلش مني. كل اللي انا هقوله ان اختك يا اشرف دي مش كويسة ابدا، يا نهارها مش فايت عملتلك ايه البت دي بس يا حماتي، وانا هجيبلك حقك منها تالت ومتلت. ابدا يا ابني، قاعدة بتمد ايديها للي يسوى واللي ما يسواش. تصدق طلبت فلوس من اختي سميرة؟ شفت اختك يا اشرف وعمايلها عشان كنت فاكرني دايما ظلماها، شفت اللي بتعمله؟ والله يا حماتي وش منك في الارض، انا بجد مش عارف اعمل معاها ايه. بس اوعى تعمل لها اي حاجة يا ابني عشان ما تقولش ان انا اشتكيت لك، انا اخدت حقك منها والزيادة. طول عمرك طيبة والله يا ماما، وقلبك ده مودينا ورا الشمس.
هنكر يا بنتي؟ البت كانت شايلاني برضو على دماغها. امال اميرة فين يا حماتي؟ ما انا عرفت يا حبيبي ان انتوا جايين النهارده، وانا بعتها على الشقه بتاعتكم عشان تنضفها لكم. اصل انا عارفه بنتي ما بتحبش التراب، طول عمرها نظيفه. وانا في الوقت ده كنت قاعده في شقه اخويا وعماله انضفها وامسحها، وفجاه لقيت الباب بيخبط، ولما فتحت قلت يا نهار مش فايت. سمير، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا متضايق قوي يا اميره من كل اللي بيحصل معايا. انا مش عارف مرات ابويا حطاني في دماغها كده ليه. عشان خاطري بالله عليك يا سمير امشي دلوقتي، انا مش عايزه اخويا يشوفك هنا، هما جايين دلوقتي في الطريق. امشي ازاي بس يا اميره؟ ما انا لو خرجت دلوقتي هيشوفوني على طول. طيب ادخلوا على اوضتي يلا بسرعه قبل ما حد يجي. وسمير دخل على الاوضه وانا قفلت عليه الباب، ومنال دخلت عليا وقالت لي جرى ايه يا بت انتي؟ هو انتي واقفه كده ليه؟ ها؟ اصلي يعني ابدا يا منال، اصل انتوا دخلتوا الشقه عليا فجاه وانا اتخضيت. ممكن اعرف طلبتي فلوس ليه من الحاجه سميره يا بت انتي؟ ابدا والله، ده هي اللي جت وادتني فلوس من غير ما اطلب منها اي حاجه. نعم يا اختي، يعني انتي عايزه تفهميني ان خالتي سميره بتدي فلوس لله والوطن كده ولا ايه؟ دي خالتي وانا عارفاها كويس، دي لو دخلت الحمام يا حبيبتي تجوع. انا لو عرفت في حاجه زي كده حصلت تاني والله العظيم يا اميره ما تعرفيش انا هعمل فيكي ايه. يعني هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا اخويا؟ ده انا افتكرتك هتديها علقه من اياهم. لا، ما هي مش بالعلقة، انا هخليها لا تشوف الشارع تاني ولا تمسك قرش في ايديها. قال يعني كنت بمسك قرش قبل كده في ايديا؟ على العموم اللي يريحك يا اخويا اعمله. هو انت لسه واقفة عندك بتعملي ايه؟ روحي يلا على المطبخ جهزلنا لقمة ناكلها. طيب ثانية واحدة هشوف حاجة جوه اعملها وبعدين اروح اجهز لكم الاكل. طيب انجزي يا حيلتها، انا مش هستناك النهار كله. وانا دخلت الاوضه وقفلت الباب ورايا وقلت انا خلاص هيحصل لي مشكله النهارده، كان لازم تيجي يعني النهارده يا سمير. ولا تقلقي نفسك، انا هطلع بنفسي واقول لهم ان انا بحبك يا اميره وعايزه اتجوزك، واللي يحصل يحصل. ده اخويا ممكن يبهدلني فيها، استنى بس الدنيا تهدى كده. وفي الوقت ده دخلت علينا منال الأوضة وقالت يا وقعتك اللي مش فايتة أبدا. أيوة قولي كده، يعني انتي عاملة حسابك ان احنا مش موجودين في البيت ومدخلة الرجالة عليكي؟ الحقني يا أشرف، سمعتك اتمرمغت في الأرض يا أخويا. وأنا قعدت أعيط وقلت لها ابوس ايديكي يا مرات اخويا، استري عليا، انا ما عملتش اي حاجه والله، وهو هيمشي دلوقتي على طول. انت خايفه منها كده ليه يا اميره؟ انا هتجوزك ومحدش هيقدر يتكلم معانا ولا يقول لنا تلت التلاته كام. لا بقى، ده انتوا بجحين قوي، انا بقى هشوف هو هيتصرف معاكم ازاي. يا اشرف يا اشرف. ودخل اشرف علينا وقال يا نهاركم مش فايت، هو الواد ده بيعمل ايه هنا في اوضتك يا بت انتي؟ حد يرد عليا. اسأل اختك يا حبيبي، دي مش فالحة في اي حاجة غير ان هي تعمل لنا مشاكل. بقى انتي يطلع منك كل ده يا اميرة؟ انت ما تعرفيش هعمل فيكي ايه النهاردة. انا طالب ايد اميرة منك يا اشرف. واشرف اخويا مسك سمير من هدومه ورماه بره باب الشقة وقال له اطلع بره من هنا يلا، وياك اشوفك قريب من اختي تاني، انت فاهم ولا لا؟ ومنال علت صوتها وقالت ايه اللي انت بتقوله ده يا اشرف؟ خليه يتجوزها يا اخويا ونلم جرستنا قبل ما تحصل حاجة تانية. انت بتقولي ايه يا ست انتي؟ ما تلمي نفسك بقى، انت كمان لك عين تتكلم معاها، ده انا هوريك النهارده. واشرف قعد ينادي على ابو سمير وقال له يا ابو سمير يا ابو سمير انزل تعالى شوف ابنك. وجه ابو سمير وحنان مرات ابوه وقال في ايه بس يا استاذ اشرف؟
صوتك عالي كده ليه في العمارة؟ لاحظ ان في سكان في العمارة، انت مش ساكن في زريبة لا مؤاخذة. والله قول الكلام ده لابنك وعلمه الادب قبل ما تيجي وتتكلم معايا. ما خلاص بقى يا اشرف، ما انا قلتلك هحللك الموضوع ده. يا اخويا قول لنا في ايه، ما حد يفهمنا اللي بيجرى بالظبط. ابن جوزك يا حبيبتي استغل ان احنا مش موجودين في الشقة ودخل على اخت جوزي وكانوا لوحدهم جوه في الشقة. يا نهارك مش فايت يا واد يا سمير، بقى انت يطلع منك كل ده؟ يعني انا ربيتك على كده برضو؟ ها يابا انا مش سامع لك صوت، يعني ما تنطق وتقول اي حاجة. على العموم يا استاذ اشرف، انا هصلح غلطة ابني وبكرة هنكتب كتابه على اختك. والله يابا انا قلت له نفس الكلام، بس هو ومراته اللي كبروا الموضوع زيادة. هو انت ليك عين تتكلم يا واد؟ انت اطلع فوق، انا بقى اللي هطلع ربيك بنفسي. خلاص بقى يا ابو سمير، اطلع فوق يا سمير يلا. وانت يا حاج خد الاستاذ اشرف واتكلموا شوية على القهوة، احنا مش عايزين الناس تجيب في سيرتنا باي حاجة كده ولا كده. روح معايا اشرف، دي برضو في الاول وفي الاخر سمعة اختك، واحنا مش عايزين الناس تتكلم علينا اكتر من كده. ونزل اشرف مع ابو سمير ودخلت حنان مع منال، وحنان قالت لها مش انا قلتلك ان في حاجة ما بينهم وانت اللي ما صدقتنيش خالص؟ يا اختي انا كنت بقول على البت قطة مغمضة ولا ليها في السما ولا في العمى، بس اهي هتتجوز وهتفلت من تحت ايديا. ومين قالك بس ان هي هتفلت من تحت ايديكي؟ دي دخلت القفص برجلها يا حبيبتي. يا بختك يا اختي، انت هتاخدي واحدة تنضفلك وتغسلك وتكنسلك البيت، وانا بقى هقعد هنا اعمل كل اللي كانت بتعمله لوحدي. هو انت فاكرة يا حبيبتي ان انا هخليه يقعد معايا في نفس الشقة مع اللي ما تتسمى دي؟ لا، ده انا ما صدقت ان هو هيتجوز ويغور من عندي. انا بقى اللي مش فاهماكي يا حنان يا حبيبتي، فهميني بالراحة كده وواحدة واحدة، انت ناوية على ايه بالظبط؟ انا قلت لنفسي بدل ما اجيب شغالة تاخد مني كل اول شهر قد كده، انا هخلي البت دي تعمل لي كل اللي انا عايزاه، وعشان بحبك يا منال هخليها تنزل وتعمل لك انت كمان اللي انت عايزاه. يا حبيبتي يا اختي، ده انت كده تبقي حبيبتي وجدعة قوي معايا، وانا بقى هعمل لك كل اللي انت عايزاه. بس قولي لي الاول، انت هتعملي ايه في موضوع السكنة دي؟ هتقعديهم فين؟ اندهي بس للبت اللي قاعدة جوه دي تيجي تعمل لنا كوبايتين شاي، وانا بقى هقولك على كل حاجة. بس كده من عينيا الاتنين يا حبيبتي. انت يا بت يا اميرة، انت يا بت. وانا طلعت من اوضتي جري وقلت ايوه يا مرات اخويا، اديني جيت اهو. غور ادخلي المطبخ يا بت واعملي لنا كوبايتين شاي، واحمدي ربنا ان اخوكي نزل قبل ما يجي ويديك العلقه المعتبره. وانا سبتهم ودخلت المطبخ وسمعت كل اللي بيخططوه، وقعدت اكلم نفسي واقول حتى لو عملتوا ايه وخططتوا ايه، سمير عمره ما هيسمح لكم ابدا تعملوا فيا اي حاجه. وفي شقه ابو سمير كانوا كلهم قاعدين، وابوه قال له بقى انا ربيتك على كده يا سمير، تدخل بيوت الناس في غيابهم وتوطي راسي في وسط الناس. انا بحب اميرة قوي يابا، وكنت هتجوزها اول ما تخلينا اجيب الشقة على طول. اديك هتتجوزها هو يا فالح، وهتاخد الشقة كمان. ربنا يخليك ليا يابا، انا كنت عارف ان عمرك ما هتتخلى عني ابدا. ما تفرحش قوي كده يا عينيا، انت هتقعد في الشقة اللي تحت السلم. ايه الكلام اللي بتقوله مرات ابويا ده يابا؟ يعني انت هتقعدني انا ومراتي ببير السلم؟ عندك اعتراض يا واد انت ولا ايه؟ هو انت ليك عين تتكلم؟ ده احمد ربنا ان انا ما رميتكش في الشارع واتبريت منك بعد كل اللي عملته ده. يعني انت ما لقيتش من بنات الدنيا كلها غير البت دي؟ انا كنت ناوية اجوزك حتة جوازة، انما ايه قبها بصحيح، بس انت بقى اللي وش فقر. امشي يلا غور من وشي، انا لولا حنان كنت هتصرف معاك تصرف تاني.
واتضايق سمير جدا ومشي من قدامهم. وتاني يوم انكتب الكتاب وأشرف قال الأسبوع الجاي إن شاء الله هكون جبتلها حاجات في الجهاز بتاعها، وانا هخلي العمال ينظفوا الشقة اللي تحت السلم عشان يتجوزوا فيها ونرتاح منهم بقى هما الاتنين. انت بتقول ايه يا ابو سمير؟ يعني انت عايزنا خلي اختي تتجوز في شقة تحت بير السلم ليه يعني؟ هو انت شايفنا قليلين قوي كده؟ هو ده اللي عندي، ولو مش عاجبك نفضها سيرة. انا الجوازة دي كلها على بعضها مش على هوايا اصلا. خلاص بقى يا اشرف، هو احنا اصلا هنجيب منين نفرش شقة كبيرة؟ خلاص ماشي، انا موافق يا ابو سمير، يلا على خيرة الله. وانا لقيت سمير قرب مني وقال لي معلش يا اميرة، ظروفي تتعدل واخدك ونمشي من عندهم. مش مهم يا سمير، المهم ان احنا هيتقفل علينا باب واحد، وانا ارتاح من مرات اخويا وانت كمان ترتاح من مرات ابوك. مرات ابويا دي هي السبب في كل اللي انا عايشه. ابويا كان هيديني شقة حلوة لكن هي اللي رفضت وخليته يقعدني في الشقة اللي في بير السلم. انا ما بحبهاش يا اميرة، ما بحبهاش. معلش يا حبيبي، ادينا هو هنتجوز وهنرتاح منهم كلهم. وعدى يومين ولقيت اشرف اخويا جاب لي حاجات حلوة قوي في الجهاز، وانا قلت له شكرا يا اشرف، والله مش عارفة اقولك ايه، الحاجات دي حلوة قوي. لا يا حبيبتي، انت مش هتاخدي اي حاجة من الحاجات دي. ليه بس يا منال؟ امال انا جايبهم ودافع فيهم قد كده ليه؟ عشان تحطهم هنا في شقتنا يا حبيبي، عشان الضيوف اللي هتيجي للفرح. وانا بقى شقتي هسيبها فاضية عشان خاطرك انت وضيوفك. الحاجات دي ليا انا هاخدها يا مرات اخويا. وانت هتاخديها وتفرشيها فين بقى ان شاء الله؟ في الشقة اللي ببير السلم. امال هتفرشها فين بس يا منال؟ ما هي لازم تدخل بيت جوزها بجهاز حلو برضو. تاخد الجهاز بتاعي انا يا حبيبي وتفرشه في شقتها، وانا بقى اخد الجهاز الجديد، وكل واحد فينا يروح وياخد الحاجة اللي لاقية على شقته. يعني انت ترضى بالكلام ده يا اشرف؟ عايز اختك تدخل وتتجوز على عفش قديم؟ منال معاه حق يا اميرة، وبعدين انت المفروض ما تتكلميش خالص وتحمدي ربنا ان انا سايبك لحد دلوقتي. كان لازم اربيك على اللي انت عملتيه. وانا قعدت اعيط وقلت له حرام عليك والله، انا مفيش حتة في جسمي سليمة. اخرسي بقى يا بنتي واسمعي الكلام وانت ساكتة. وعدى اسبوع واتجوزت انا وسمير، وتاني يوم لقيت سمير بيقولي اميرة اصحي يا اميرة. في ايه يا سمير؟ بتصحيني بدري كده ليه؟ تعالي، حنان قاعدة برا وعايزاكي، معرفش عايزاكي في ايه. ربنا يسترها بقى، انا قلبي مش مطمن لهم خالص. تعالي بس وانا هكون معاكي. وانا خرجت على برا انا وسمير ولقينا مرات ابوه قاعدة وبتفطر، وقلت لها ايه ده؟ هو انت اكلت الفطار بتاعنا؟ هو انت فاكرة ان الفطار ده انا اللي جهزتهولك؟ لا تكوني فاكرة ان انا الشغالة اللي جايبها لك ابوكي. شايف يا سمير مرات ابوك بتتكلم معايا ازاي وانت ساكت؟ وهو هيعمل لي ايه يعني يا عينيا؟ انت يا واد يا سمير انزل يلا روح لابوك الشغل، وانت يا بنت انتي انا هقعد هنا في الشقة، وانت اطلعي نضفي الشقة اللي فوق وجهزي لي الغدا انا والحاج. بس انا مش هطلع ولا هعملك اي حاجة ومش هسيب شقتي ابدا. انت يا واد يا سمير هتخليها تطلع ولا اقول لابوك وهو اللي يتصرف معاك؟ ولقيت سمير قرب مني وقال لي خلاص بقى يا اميرة اطلعي عشان خاطري انا، وانا هاجي من الشغل ومش هخليكي تعملي اي حاجة في البيت. بقى كده يا سمير؟ يعني انت هتخلي كلامها يمشي عليا وعليك؟ خلاص بقى يا اميرة روحي اعملي اللي هي عايزاه. وانت يا واد يا سمير انجز كده بقى وروح لابوك، اصله مستنيك يا حبيبي من بدري. يلا ما تتنحش في وشي كده عشان ما زعلكش. ومشي سمير من قدامها، وانا طلعت نظفت الشقة بتاعت حنان وعملت الغدا. وانا نازلة لقيت مرات اخويا واقفة في وشي وقالت لي كويس ان انا شفتك يا اميرة، اصل انا كنت نازلة لك دلوقتي.
في ايه يا مرات اخويا؟ عايزه مني انت كمان؟ انت بتتكلمي معايا كده ليه يا بنت انتي؟ اتعدلي بدل ما اعدلك، وبكره من نجمه تكوني عندي في شقتي تنضفيها وتظبطيلي الدنيا. لا ده كان زمان يا مرات اخويا، انا دلوقتي مش هنضف غير شقتي انا وبس. امال انت دلوقتي كنت بتعملي ايه يا عينيا؟ مش كنت برضو بتنضفي شقة حنان مرات ابو سمير؟ طيب يا اميرة، والله لا انا قايله لاخوكي على كل اللي انت قلتهولي ده. وفي الوقت ده طلعت حنان من تحت وقالت انت عملت الشقة يا بت زي ما قلتلك، وعملت الغدا. ايوه عملت كل اللي انت عايزاه. ممكن انزل على شقتي بقى؟ شوفي منال حبيبتي عايزة حاجة ولا لا، وبعدين اتنيلي انزلي شقتك. يا حبيبتي يا حنان، ربنا يخليكي ليا يا رب. انا عملت كل حاجتي النهارده، بس ابقي بعتيها لي بكره. وانا نزلت على شقتي وانا بعيط، واول ما دخلت اتصدمت لما لقيت شقتي كلها بايظه ومحتاجه تتنضف من اول وجديد. وقلت يا لهوي، هو انا هنضف هنا كمان؟ منك لله يا حنان. ومسكت شقتي كلها ونضفتها. واول ما جه الليل لقيت سمير داخل عليا وقال لي انت فين يا اميره؟ انا موجوده اهو في المطبخ يا سمير. طيب جهزي لي الاكل عشان جعان قوي. بس انا ما عملتش اكل خالص يا سمير. وفجاه لقيت سمير قاعد يزعق فيا وقال لي نعم، امال احنا هناكل ايه بقى دلوقتي ان شاء الله؟ ممكن اعرف يا هانم انت بتعملي ايه طول النهار؟ يعني انت كمان بتسألني يا سمير؟ يعني انت ما شفتش مرات ابوك عملت فيا ايه النهارده؟ وكمان لما نزلت لقيتها مكركبالي الشقه كلها، وفضلت انضفها من اول وجديد، وما لحقتش اجهز اي اكل. وانا ذنبي ايه في كل ده؟ انا حيلة هدي في الشغل طول النهار وجاي عشان ارتاح واكل لقمه. والله كنت خليك راجل وقلت لمرات ابوك انا مراتي مش هتعمل اي حاجه لحد، وكنت هتيجي تلاقيني عامله لك اكل اللي انت عايزه، مش كنت سايبني ليهم كده يلعبوا بيا الكوره. خلاص يا اميره، انت بقيتي زيك زي مرات ابويا بالظبط، بقيتوا زي بعض ونفس الكلام. وسمير سابني وخرج وراح قعد مع صاحبه على القهوة، وصاحبه قال له بقى في عريس يوم صباحيته ينزل يقعد على القهوة؟ ما هما كل الستات زي بعض، كلهم زي حنان مرات ابويا. لا بس مرات ابوك حاجة تانية خالص، ومراتك حاجة. انت بس يا صاحبي اللي مش عارف تتعامل. انا مش فاهم اي حاجة، انت تقصد ايه بكلامك ده؟ اللي اقصده يا صاحبي ان مرات ابوك انت كنت بتسكت لها عشان خاطر ابوك، انما مراتك لو انت سكت لها على طول هتفتكر ان انت مش راجل، وهتعيش طول عمرك كده في نكد ليل ونهار، ومش هتعرف تمشي كلامك عليها. انت معاك حق، البت دي لازم تشوف مني العين الحمرة. انا مش هقدر اعيش اللي انا عشته مع مرات ابويا تاني. ورجع سمير على البيت، وفي الوقت ده لقاني نايمة وقال لي انت يا بت قومي يلا. وانا قمت من على السرير وانا كنت تعبانة جدا، وقلت له هو في ايه يا سمير؟ ده انا ما صدقت ان انا نمت وريحت جسمي شوية. لما ادخل البيت بعد كده تفزي وتقومي، وما تناميش غير لما انا انام الاول، فاهمة ولا لا؟ انت ازاي بتعاملني كده؟ حرام عليك يا سمير، يعني انت هتبقى التاني عليا؟ حرمة عليك يا عيشتك، اتنيلي يلا قومي اعملي الاكل ده، يلا قومي يا بيت. وانا قمت ودموعي على خدي وعملت له الاكل واكل ونام. وتاني يوم الصبح بدري لقيت الباب بيخبط علينا، ولما فتحت لقيت مرات اخويا منال، وقالت لي نموسيتك كحلي ولا ايه؟ يلا يا اختي تعالي ورايا. اجي وراكي على فين يا مرات اخويا؟ الساعة 5 الصبح دلوقتي، يعني مش كفاية ان انا نازلة اجيبك بنفسي؟ يلا تعالي معايا عشان الشقة مكركبة فوق ومحتاجة نظافة كتير. وانا سبتها ودخلت لسمير الأوضة وقلت له يا سمير اصحى يا سمير وتعالى شوف مرات اخويا، عايزين اطلع انضف لها الشقة. وانت يعني عايزاني اعمل لك ايه؟ اطلع انضف معاكي مثلا؟ غوري يلا من وشي على الصبح بخلقتك دي. وانا مشيت من قدامه ودموع على وشي ونضفت الشقة لمرات اخويا، ونزلت لقيت سمير قاعد وزعلان، وقلت له يعني انت مش هتروح الشغل النهاردة ولا ايه؟
ولقيته بصلي بكل قرف وقال لي: ايه منظرك ده؟ وايه هدومك اللي كلها تراب دي؟ شكلك يقرف. طيب وانا اعمل ايه يعني يا سمير؟ ما انا كنت فوق في شقة مرات اخويا، كنت بنضف لها الشقة والشقة كلها كانت تراب، وانا مالي يعني بكل اللي انت بتحكيه ده كله؟ بعد كده اشوفك نضيفة على طول قدامي، فاهمة؟ وبعدين فين الفطار؟ هو انا لازم كل حاجة اطلبها بنفسي ولا ايه؟ ما انا جيت وصحيتك وقلتلك ان منال خلتني اطلع انضف لها الشقة فوق، وانت اللي مرضتش تتكلم. وانا ماليش دعوة، انت تصحي بدري وتجهزي لي الفطار قبل ما تروحي تعملي لهم اي حاجة، فاهمة؟ لا بقى حرام عليك يا سمير، ده انت مصحيني جنبك طول الليل وكمان عايزني اصحى بدري؟ انت كمان بتعلي صوتك عليا، ده انت يومك مش فايت النهاردة. وبعد شوية نزل سمير على شغله، وانا كنت قاعدة بعيط ووشي كله ورم وازرق وجسمي كمان، ولقيت حنان مرات ابوه دخلت عليا وقالت لي: هو لحي يزهق منك يا عينيا ويعمل فيكي كده؟ انت اللي تستاهلي عشان تتجوزي واحد زي سمير ده. انت عايزة مني ايه؟ وازاي تدخلي شقتي بالشكل ده؟ هاتي المفتاح اللي معاكي. ازاي مفتاح شقتي معاكي؟ نعم نعم، ده بيتي يا عينيا وادخل فيه في اي وقت ما احب، ولو عايزه ارميكي في الشارع انت واهلك كلهم هعمل كده ومش هتردد لحظه. ممكن اعرف انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ يلا تعالي معايا، عايزه افك الستاير واغسلها، وكمان اوضه الحاج عايزاها تتنضف كويس. حرام عليكي يا شيخة، يعني انت مش شايفة شكلي عامل ازاي؟ انا مش قادرة اتحرك من مكاني. وانا مالي يا حبيبتي؟ هو انا اللي كنت عملتي فيكي كده؟ انا ممكن اعمل فيكي كده واكتر من كده عادي يعني. لو انت ما لمتيش نفسك معايا انا ممكن اكمل عليكي ومحدش هيقولي اي حاجة. يلا قومي يلا. وانا قمت ورحت عملت لها كل اللي هي عايزاه، وكنت نازلة على السلم بالعافية من كتر التعب، ودخلت شقتي لقيت سمير جه وقلقت منه جدا، ولقيته زعق فيا وقال لي: هو انت كنت فين يا بنتي؟ وازاي تطلعي من البيت من غير ما تقوليلي؟ مرات ابوك جت لحد هنا وقالت لي لازم اطلع وانضف لها الشقة، ولو كنت رفضت كانت هتمد ايديها عليا. يعني انت قلقانة منها ومش قلقانة مني انا، وكمان بتطلعي من غير اذني؟ انت ايه مش شايفاني راجل قدامك؟ انا بقى اللي هربيكي من اول وجديد. وبعد شوية جهزت الاكل لسمير ووقفت جنبه وقلت له: عايزني اعمل لك حاجة تانية يا سمير قبل ما ادخل انام؟ هو انت هتنامي جنبي بمنظرك اللي يقرف ده؟ ادخلي استحمي الاول. حاضر يا سمير. وجيت امشي من قدامه لقيته زعق فيا وقال لي: استني عندك هنا، هو انا لسه خلصت كلامي عشان تمشي؟ انت هتفضلي واقفة هنا لحد ما اخلص اكل. حاضر يا سمير. وتاني يوم صحيت بدري ورحت جهزت الفطار، ورحت لسمير وصحيته من النوم وقلت له: يا سمير يا سمير، انا جهزت لك الفطار وطالعه اشوف مرات ابوك عايزاني في ايه. وانت جايه تصحيني من النوم عشان تقولي لي كده؟ مش المفروض تستني لما اصحى الاول؟ وانا قلقت منه وقلت له: مش انت اللي قلت لي كده ما اطلعش بره البيت غير لما اقول لك الاول واستأذنك؟ انت بتردي عليا كمان وكمان ما بتتعلميش، وكل يوم والتاني لازم تاخدي العلقة المعتبرة. وانا قلقت منه وجريت على بره وقلت له: حرام عليك يا سمير، انا عملت ايه بس عشان تعمل فيا كل ده ومش عارفة عملت ايه؟ ده انا هطلع فيك القديم والجديد يا اميرة. انا تعبت بقى ومش عايزة اعيش معاكم تاني. انا هلاقيها منين ولا منين؟ انا بقى اللي هعلمك ترد عليا كويس قوي. وعمل اللي عمله معايا زي كل مرة، وخرج وقفل الباب عليا. وانا كلمت الحاجة سميرة وقالت لي: فينك يا أميرة يا بنت طول المدة اللي فاتت دي؟ انا عمالة اتصل بيكي وانتي ما بتردش عليا خالص. انا تعبت من كل اللي بيحصل فيا يا حاجة سميرة، ومش لاقية اي حد في الدنيا دي غيرك انتي وبس. انا عايزة اجي اشتغل عندك بلقمتي، بس مش عايزة اعيش في البيت ده تاني. يا حبيبتي يا بنتي،
طيب هاتي بعضك وتعاليلي على طول، مع ان انا عارفة ان انا ممكن اخسر اختي في الحركة دي، بس مش مهم يا بنتي، تعالي وربنا يسويها بإذن الله. وانا قمت لميت هدومي ومشيت من البيت، وكان سمير قاعد مع صاحبه محمد على القهوة، وسمير قال له مش عايز اقولك البت بقت تترعب مني ازاي، دي ما بتقدرش تعمل اي حاجة من ورايا خالص. لا ما هو باين يا صاحبي، مش مراتك اللي واقفة في الشارع دي، واضح كده انها ما بتخرجش من البيت غير بإذنك. وقام سمير وقرب مني، وانا في الوقت ده خفت منه قوي، وعملت حمام على نفسي في الشارع من كتر الخوف، وقلت له سمير انا كنت اسمعني بس عايزه اقول لك ايه. ممكن اعرف شنطة الهدوم ايه اللي معاكي دي ورايحة بيها على فين بدون علمي؟ ما تعرفيش انا هعمل فيكي ايه النهاردة عشان الحركة دي؟ ارجوك افهمني يا سمير. والناس كلها كانت ملمومة عليا، وانا مبقتش عارفة اتصرف ولا حتى اروح فين. وسمير شدني من ايديا وروحني على البيت على طول، وفضلت قاعدة في الأوضة جوه. ونزلت حنان مرات ابوه قالت له بقول لك ايه يا سمير، ابوك عايز الايراد بتاع المحل بتاع النهارده، روح شوف الناس باعت بايه. وانا مش رايح في اي حته. واسمعي بقى يا ست انتي، ولا انتي ولا ابويا من حقكم تتكلموا معايا باسلوب وحش تاني، انتي فاهمه ولا لا؟ يا سلام، ومن امتى بقى الكلام ده ان شاء الله؟ ده انت ليلتك مش معديه النهارده. بقولك ايه، اللي هيفكر ينزل الشقة دي تاني ليلته هو اللي مش معدية، انت سامعة ولا لا؟ وامشي يلا اطلع على فوق. ما بقاش انا حنان اما خليت ابوك يمشيك من البيت ده كله. وسابته وطلعت على شقتها فوق. وسمير قعد يخبط على الباب وقال لي حقك عليا يا أميرة، أنا آسف والله، أنا عارف إن أنت زعلانة مني، وأنا وعدك يا ست إن أنا هتغير. أقولك أنا هاخد الفلوس اللي معايا ونمشي أنا وأنت من البيت ده كله، أرجوكي ما تزعليش مني يا أميرة. وفجأة فتح الباب وملقانيش موجودة في الأوضة، ولقى الشباك مفتوح. وفي شقة الحاجة سميرة كنت قاعدة معاها وقالت لي انا عمري ما رضيت ابدا يا بنتي على كل اللي بيعملوا فيك اخوكي، ده مش راجل ابدا، ده بدل ما ياخد اخته في حضنه يجي عليكي بالشكل ده. عشان خاطري يا حاجة سميرة انا مش عايزة ارجع لهم تاني بعد كل اللي حصل فيا، خليني قاعدة معاك الله يخليكي. من غير ما تقولي يا بنتي انا هفضل جنبك وفي ظهرك كمان. وفجأة لقينا الباب بيخبط جامد، وفتحت الحاجة سميرة، وكان أشرف ومنال مرات أخويا. ومنال قالت والله ما هتعرف أنا هعمل فيكي إيه يا بنتي، إيه اتعودتي تعملي كل حاجة من دماغك؟ اخرسي بقى، لو اختي معرفتش تربيكي انا اللي هربيكي يا منال من اول وجديد. وارجع واقول العيب مش عليكي، العيب على اشرف اخوها. هو انا كنت عملت ايه يعني؟ ما انت شايفه اللي اميره عملته ده يصح وينفع يعني تسيب بيت جوزها وتمشي بالشكل ده؟ اميره جات لاكتر حد حنين عليها، لو كانت عارفه ان اخوها هيكون حنين عليها ما كانش جات لي ابدا. انت عامل زي اللعبه في ايد مراتك يويو، بتحركك يمين وشمال، وللأسف بتيجي على اللي منك ومن لحمك ودمك، عشان خاطر بس مراتك ما تزعلش ولا حتى تنكد عليك. انت عندك حق يا حاجة، تعالي يا أميرة والله لا طلقك من اللي اسمه سمير ده، ومش هتشوفي أي معاملة وحشة من أي حد تاني. أبوك يوم ما قابل وجه رب كريم وصاك على أختك، وانت ما كنتش قد الوصية دي. خليك جنب أختك، الأخ سند لأخته، أما الزوجة بتتعوض والله يا ابني، إنما الأخ والأخت لا. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا خالتي؟ اخرسي خالص، انا مش عايز اسمع صوتك ده، واعملي حسابك والله لو عملت اي حاجة الاميرة وحشة لا ترجع على بيت امك تاني، فاهمة ولا لا؟ انت بتقولي الكلام ده ليا انا يا اشرف؟ يعني دي اخرتها؟ ماشي يا اشرف، ايوه انا هخليكي على ذمتي بس عشان خاطر العيال، بس اختي مفيش اغلى منها عندي. يلا بينا يا اميرة. وبعدها رجعت انا واشرف على البيت، وسمير لقيته طلع لي عند اخويا وقال لي
كويس ان انا لقيتك موجودة هنا يا اميرة. انت هتطلق اميرة ومش هتعيش معاك تاني. هي كانت عايزة تعيش مع راجل وانت عمرك ما كنت راجل معاها ابدا. انا عارف ان انا غلطت يا اشرف، بس انا مش هقدر اعيش من غيرها. انا هاخدها وامشي من هنا ومش هعيش معاهم تاني. لو كنت قلت ان انا هقف قدام حنان وقدام الكل عشان محدش يزعلها كنت ممكن ارجع لك تاني يا سمير. امشي اطلع بره يا سمير، ومش عايزة اشوف وشك تاني. وسمير سابني وخرج من البيت وهو ندمان على كل اللي عمله معايا. ولقيت اشرف خدني في حضنه وقال لي يا حبيبتي يا اميرة، ان شاء الله ربنا هيعوضك بكل الخير اللي في الدنيا، ومش عايزك تزعلي مني يا اختي يا حبيبتي. العوض الحقيقي ليا هو انت يا اشرف. انا بحمد ربنا ان انت اتغيرت وربنا نور بصيرتك. وفعلا اشرف اتغير معايا، وصحيح انا اتطلقت من سمير، بس الحمد لله ان اخويا اتغير معايا ومراته بقت تعاملني كويس، مش بمزاجها بس عشان خايفة تتطلق من اخويا. وعدى سنة واتجوزت واحد بيخاف ربنا، انما بقى سمير لسه لحد النهاردة بيخاف من مرات ابوه. اختك عايزاك تكون امانها في الدنيا دي، واوعى تيجي عليها ولا تخلي مراتك تعاملها وحش. خليك دايما سندها في الدنيا اللي تقف قدام العالم كله وتقول انا اخويا ما بيقبلش عليا الهوى. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا، واشوفكم في حكاية جديدة من حكاية إيمي. والسلام عليكم ورحمة الله.